طبعا انت عارف ان اول 5 ثواني في اي فيديو هي اللي بتخليه يطلع لفوق او يتركن عندك في الارض. في الفيديو ده خليني اقول لك 3 حاجات اساسيه لازم تاخد بالك منها لو بتصور مؤتمر عشان تخلي الفيديو بتاعك قوي. الحاجه الاولى لازم تصور اللوجو بتاع المؤتمر بشكل صريح كده. لوجو المؤتمر هو اللي بيبين الهويه واهم حاجه في المؤتمر كله. الحاجه الثانيه لازم تصور القاعه وهي فاضيه، زي كده هدوء ما قبل العاصفه، المكان فاضي خالص والناس هتبدا تيجي. وشوت الناس وهي بتبدا تيجي ممكن تاخده بكذا شكل، ممكن تاخده اللي انت ماشي وسط الناس، او اللي انت تاخده تايم لابس، او اللي انت تاخده بيفور اند افتر، قاعه فاضيه قاعه مليانه. والحاجه الثالثه واهم حاجه لازم تبين تفاعل بتاع الناس وهم داخلين جوه القاعه، سواء هتصورهم هم بيتفاعلوا مع بعض او هم بيقطعوا التيكت، قعدوا على الترابيزات وبداوا يتناقشوا، مركزين مع السبيكر. كل الحاجات دي مهمة جدا عشان الفيديو بتاعك يبقى قوي، من غيرها الفيديو بتاعك هيقع. هتلاقي في الكومنتات كام لينك كده للمؤتمرات انا صورتها سايبها لك عشان تعمل تغذية بصرية. اشوفك في الفيديو الجاي.